السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله كيفك عمي؟ الحمد والشكر الله لله. يحييك يا رب. الله يبارك لنا فيك. الله يكرمك يا رب. نحن هلق حاليا بجامع السلطان أحمد. كنت بارك من شوي أنا والعم أبو نعيم الله يبارك فيه، لي الشرف بالبركة معه. الله يخليك ويديمك. عم يحكي لي عن الشام وعن أهل الشام، طبعا دمشقي أصيل. العم أبو نعيم عقد مو مشتاق للشام، وعقد ما حكى لي عنها، وعقد مو محب للشام ولأهل الشام. حكى لي حببني بالشام وبأهل الشام وزيادة، لدرجة إنه خلاني حتى أمنيته بالشام، حتى له أمنية هي أمنيته بالشام. آه، شوقنا للشام ونصلي بالمسجد الأموي إن شاء الله، لكن بإذن الله راح نصلي منتصرين، راح ندخل فاتحين منتصرين بإذن الله بإذن الله. على النصيريين المجرمين بإذن الله. تذكرت وهو عم بيحكي لي العم ابو نعيم، تذكرت استنباط عجيب استنبطه الشيخ ابو يزن الشامي، حتى كمان المستنبط الاستنباط اللي بدي احكيه هلا. اي نعم، الفائده اللي نذكرها هلا كمان شامي، الله يتقبله، استشهد الله يتقبله. الشيخ ابو يزن الشامي الله يتقبله استنبط استنباط عجيب. انا استغربت منه واستعجبت يعني على الشيء بالفعل، يعني شيء عجيب. نسمع الاستنباط عمي. طبعا ما حكيت لعمي ابو نعيم الاستنباط، قلت له ما راح احكي الا واحنا بنصور ان شاء الله. الاستنباط عمي في حديثين مشهورات. الحديث الاول في صحيح البخاري ومسلم، الحديث عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد، ايش كان اسمه؟ النعمان بن بشير. الحديث الاول للنعمان بن بشير رضي الله عنهما، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. بآخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أشو قال؟ قال وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب الحديث الثاني اللي هو كمان مشهور وأشهر من الحديث الأول، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الحديث هذا الثاني رواه الإمام أحمد والترمذي رحمه الله، وصححه كمان الشيخ شعيب الأرناؤوط الله يرحمه، كمان شامي شعيب الأرناؤوط من علماء الشام، والألباني رحمه الله. الحديثين هذول إذا جمعناهم عمي ايش بنستنتج؟ راح نستنتج إنه الشام، شوف، إن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا تجمعهم مع بعض وهيك يعني وتقارنهم ببعضهم، بتلاقي إنه الشام هي بمثابة القلب في الجسد، في جسد الأمة. أن الأمة هي الجسد والشام هي القلب. شوف على استنباط ما شاء الله، دقق فيه وركز فيه منيح، بتلاقي نفس الاستنباط، يعني شيء عجيب بالفعل. انا استغربت واستعجبت من على الاستنباط ما شاء الله، مع انه الشيخ ابو يزن الله يتقبله مو كبير بالعمر، شاب لساته يعني بال30 من عمره، ثلاثينات بال30، لكن ما شاء الله عليه رب العالمين اعطاه عقل اكبر من عمره، اكبر من عمره يعني. رباني. والله فتوح رباني، اعطاه عقل يعني شلون ما كان عقل رجل عمره 40 سنه ما شاء الله، يعني عقله قلب سنه. هذا سيدنا الله يتقبل، هذا الفتح الرباني. ونحن بنتامل فيكم خير. الله يبارك فيك عمي، وانتم شباب الله يبارك فيك، انتم بركتنا، ونحن فيكم بدنا نرتفع ان شاء الله بالاسلام ان شاء الله باذن الله، بالصلاه. الله يكرمك بهالشباب هي نحن بنعتز فيكم، الله يكرمك ويعزك ويعلي قدرك عمي. لولا هالشباب نحن هلا الامل الوحيد اللي لنا هو هالشباب. نسال الله ان يستعملنا ولا يستبدلنا، على تقى وصلاح والخير فيكم ان شاء الله يا رب. وهذا املنا، نحن املنا بالله ثم فيكم ان شاء الله. الله كريم، الله يستعملنا ولا يستبدلنا ان شاء الله. آمين. نسال الله النصر والفرج القريب ان شاء الله. حياك الله عمي، تشرفنا بس نحن بنرفع ايدينا للسماء وندعي يا رب الله يرزقنا محبة الله يا رب يا رب. صحيح عمي، تذكرت ما بدي قاطعك، بدي ايش صار بينك وبين الشيخ ابو الحسن الكردي سيدنا؟ ذكرت لما قلت محبة الله ذكرت القصة، يا ريت تذكر لنا اياها. اللي صار بيني وبين سيدنا الشيخ ابو الحسن دقيقة عمي، هذا الميكروفون مشان نسمع صوتك. نعم. يلي صار سيدنا نحن بيني وبين سيدنا الشيخ ابو الحسن القدي رحمه الله، انا كنت ادعي دعاء الله يحببنا ببعضنا ويرزقنا القناعة. عم بالصدفة سمعوا الشيخ
سيدنا الشيخ أبو مين هو الحسن الكردي. مين هو شيخنا؟ مشان بس تعرف الشيخ- إن مشان الناس، في ناس ما بتعرف الشيخ. الشيخ محي الدين الكردي أبو الحسن، جامع ومقرئ. هو هذا من الشام، نعم. وعنده منه آلافات مؤلفة من القراء. ما شاء الله. هذا من علماء المشهور، علماء الشام المشهورين قراء. من المتواضعين جدا. ما شاء الله عليه. بقى سمع مني انه عبدني الله يحببنا ببعضنا ويرزقنا القناعه. قال لي يا ابني صلح. قلت له سيدنا دعائي يعني ما فيش، يعني انا من حقي افهم له الشيخ، قال من حقي. نعم. قال لي بتقول يا ابني الله يرزقنا محبه الله يرزقنا القناعه. انا بين نفسي استغربت انه حمدت يا الشيخ، انا حمد على راسنا حمدت. قال لي الله يرزقنا محبه الله. قلت له يا سيدنا نحن بنحب رب العالمين. صح اكيد. مش كون بدنا ندعي نرفع ايدينا للسماء ونقول الله يرزقنا محبة الله. قال لي يا ابني لو كنا بنحب رب العالمين بالصدق حبينا بعضنا. نحن بنحب رب العالمين، اغلب الناس اللي عم تحب رب العالمين بصورة اسم حب عاطفي. رياء. حب عاطفي. بس نحن اذا كان بنحب رب العالمين بالصدق باخلاص، بحبك وبتحبني لله. صح. بدون اي مصلحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب اتباع لا ابتداع. بقى هاي كانت وصية الشيخ الله يرحمه، وكانت فيها مغزى كثير حلو. لأنه نحن هلا لو كنا بنحب رب العالمين بصدق، أنا حبيت الشيخ أحمد، حبيت الناس بدون أي مصلحة تذكر. صحيح. بس للأسف نحن الوضع اللي عايشينه نحن هلا الدنيا كلها مصالح. اللهم اسألك نفسي. ونحن بنرفع ايدينا للسماء وبندعي بنقول يا رب تفرج على أمة محمد. يا رب تفرج على المسلمين. آمين يا رب تصلح قلوبنا. آمين. لأنه مثل ما تفضل هلا من شوي الحديث إنه القلب هو الأساس. صح. إن صلح القلب صلح كل شيء. صح. يعني الله يبعد عنا الحقد والغل والحسد والعين. آمين. يرزقنا المحبة لوجه الله ويرزقنا القناعة يا رب. آمين. الله يبارك الله فيك. يجزيك الخير. الله يسلمك يا رب. شرفنا فيك عمي. لك أنا اللي الله يكرمك. الله يبارك فيك رب العالمين بشدك كتب العافية. إن شاء الله عمي. الله يكرمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.